بيبدأ الفيلم بأليكس وهو بيلم الكتب بتاعته عشان يحرقها، وبيكون أليكس طفل مهووس بتأليف قصص الرعب وبيكون شاطر جدا في التأليف، لكنه بيتعرض للتنمر من أصحابه في المدرسة لأنهم خايفين منه ومن قصص الرعب بتاعته. عشان كده بيقرر يحرق الكتب دي ويبطل يألفها مرة تانية. فبينزل القبو عشان يحرقها وبيلاحظ أوضة طالع منها صوت تلفزيون، وبيروح للأوضة دي وبيشوف تلفزيون شغال وبيكون فيه زبدة فول سوداني، فبياكلها وفجأة بيفقد وعيه. ولما بيصحى مرة تانية بيلاقي نفسه محبوس في شقة غريبة، وهنا بتظهر له ساحرة شريرة اسمها ناتاشا. والناتاشا دي بتخطف الأطفال الصغيرة وتستدرجهم للشقة بتاعتها، وبتاخد الأطفال المميزين يشتغلوا معاها، والأطفال غير المميزين بتأكلهم للساحرة الأصلية عشان تفضل نايمة. والساحرة الأصلية دي لو صحت هتقتلها وتقتل كل الأطفال الصغيرة. ولكن بما إن أليكس بيعرف يألف قصص هيفضل عايش لأنه بكده طفل مميز، لكن بشرط واحد يألف قصة مرعبة كل يوم، ولو ما قدرش هتقتله. فبيوافق أليكس وبعدها بتسيبه ناتاشا وبتمشي. فبيبدأ أليكس يلف في الشقة عشان يلاقي أي مخرج منها، وفجأة بتظهر له قطة شكلها مخيف، والقطة دي اسمها لينور، وبتكون المساعدة بتاع ناتاشا وبتنقل لها الأخبار، لأن لينور مش قطة عادية، دي قطة ملبوسة بالأرواح الشريرة وعندها قوة خارقة بتخليها تختفي. وهنا أليكس بيحاول يستكشف أجزاء الشقة اللي محبوس فيها، وفجأة بتظهر له طفلة صغيرة اسمها ياسمين، وتم استدراجها هي كمان للشقة من 3 سنين، وبتحكي له ياسمين عن ناتاشا وقد إيه هي شريرة، وبتقول له لازم يسمع كلامها لو حابب يفضل عايش. وبتقول له ان كان في 3 اطفال تانيين موجودين في الشقه، لكن ناتاشا قتلتهم لما حاولوا يهربوا. وبعد ما بتعرفوا كل حاجه عن الشقه بتدخله المكتبه، وبينبهر أليكس بحجم المكتبه لانها كبيره جدا، وبتقول له ياسمين ان الشقه دي سحريه وتقدر تشيل حاجات كتيره، وبتنصحه يكتب قصه مخيفه قبل ما ترجع ناتاشا، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبيستنى أليكس لحد ما ناتاشا ترجع عشان يهرب من المكان اللي هتدخل منه، وبيستغل الفرصه وبيطلع يجري، لكن الباب بيتقفل في وشه في اخر لحظه. فبتيجي ناتاشا وبتقول له ان كل الاطفال حاولوا يهربوا قبل كده، وبتحذره ما يعملش كده مره تانية. واخر اليوم بيقعد أليكس عشان يحكي لها قصه النهارده زي ما اتفقوا، وبيحكي لها أليكس قصه وبتكون نهايتها سعيده، فبتتعصب ناتاشا جدا وبتحذره ما يعملش نهايات سعيده ابدا. وتاني يوم بيحاول أليكس يكتب قصص جديدة عشان ناتاشا تسيبه عايش، لكنه ما بيقدرش يركز وما بيلاقيش أفكار مرعبة، فبيبدأ يطلع أفكار من الكتب، وبيلاقي كتاب بيحكي قصة طفلة كانت محبوسة في الشقة دي قبل كده، وبتحكي عن تجربتها مع الساحرة الشريرة وإزاي تم استدراجها للشقة دي. في الوقت ده بتدخل ياسمين المكتبة، فبيخبي الكتاب وبيسألها عن الطريقة اللي تم استدراجها بيها للشقة، فبتقول له ان الساحره استدرجتها عن طريق اكله كانت بتعملها لها جدتها، وبعدها فقدت وعيها، ولما صحت لقت نفسها في الشقه دي. واخر اليوم بيقعد يعدل على قصه كان كاتبها قبل كده عشان يحكيها لناتاشا، وكل يوم الصبح بيدور في الكتب عن الطفله اللي كانت كاتبه قصتها، وبالليل برضه يقعد يحكي قصه لناتاشا عشان تسيبه عايش. وفي يوم من الايام بيلاقي كتاب تاني عن الطفله كاتبه فيه انها لقت طريقه للهروب، واثناء ما بيكون بيقرا الكتاب ده بتنادي عليه ياسمين وبتطلب يساعدها في تنظيف المشتل بتاع ناتاشا، فبيوافق. وفي المشتل بتاع ناتاشا بينبهر أليكس بالنباتات اللي موجودة فيه، وبالغلط بيوقع أليكس بيضة من على شجرة وبيخرج منها كائن شرير، والكائن ده بيوقع كل البيض اللي على الشجر عشان يفقس، فبتقول له ياسمين يكسروا البيض بسرعة لأن الكائنات دي هتدمر المشتل كله. وفجأة بيهجم عليها الكائن وبيكون خلاص هيموتها، فبيهجم أليكس على الكائن ده وبيقدر يقتله، بس بيكون في كائن واحد قدر يهرب منهم ومش عارفين مكانه. ولما بتيجي ناتاشا بتعرف من لينور اللي عملوه في المشتل، فبتحذرهم ما يعملوش ده مرة تانية، وبتهاجم ياسمين عشان تقتلها، لكن أليكس بيدافع عنها وبيقول انها كانت غلطته، فبتسيبها ناتاشا وبتقول له لازم يكتب قصص جديدة والا هتقتلهم هما الاتنين. فبيروح أليكس المكتبة عشان يحاول يكتب قصة جديدة لناتاشا، وفي الوقت ده بتيجي ياسمين وبيحكي لها أليكس عن الطفلة اللي كاتبة قصتها ولازم يهربوا زيها، لان دلوقتي معهوش قصص جديدة وكده ناتاشا هتقتله. فبتقول له ياسمين انها مش هتقتله لكن هتحنطه في شكل لعبة صغيرة، وبتحكي له عن الأطفال اللي ناتاشا حولتهم للعب صغيرة. فبيرجع يحكي لها عن الطفلة اللي هربت وبيطلب منها تساعده يلاقوا باقي الكتب بتاعتها، وفي وسط الكتب القديمة بيلاقوا الطريقة اللي استخدمتها الطفلة عشان تنايم الساحرة، لكن بتواجههم مشكلة ان في سطر مش مكتوب ومن غيره الطريقة مش هتنفع. فبيفكر يكتب قصة شبه قصة البنت اللي هربت ويجبر ناتاشا تقول على باقي الطريقة، لان ناتاشا بتفضل تصحح المعلومات اللي في القصص بتاعته. فبيكتب أليكس القصة واخر اليوم بيحكيها لناتاشا، وتاني يوم بيروح هو وياسمين المشتل وبيحضروا الوصفة اللي هتنايم الساحرة. ولما بيجي وقت الغدا بيحط لها أليكس الوصفة في العصير بتاعها، لكن الوصفة بتخلي لون العصير أخضر، ولو شافته ناتاشا هتعرف كل حاجة. فبيجرب أليكس مرة تانية، وفي الوقت ده بتسرق لينور الوصفة من أليكس وبيفتكر إن ناتاشا كشفت خطتهم. ولما بيجي وقت القصة بيحاول أليكس يرتجل لأنه ما كتبش حاجة، لكن للأسف بيفشل،
وبتكتشف ناتاشا انه بيكذب عليها، فبتتعصب عليه وبتقول له انها حذرته لو ما كتبش قصه هتقتله. لكن فجاه بتقع على الارض وبتفقد وعيها، وبيعرف ان لينور ساعدتهم وحطت لها الوصفه، وبيفتحوا الباب بسرعه وبيهربوا. واثناء ما هم ماشيين بتلاحظ ياسمين ان الغابه جزء من الشقه، وانهم لسه محبوسين وما هربوش لسه من المكان، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا القصر موجود في الغابه. فبيدخلوه وبيفضلوا ياكلوا حلويات كتيره جدا لحد ما بيفقدوا الوعي. ولما بيفوق أليكس ما بيلاقيش ياسمين، وبيفضل يمشي لحد ما بيوصل لأوضة كبيرة وبيكون جواها نعش الساحرة الأصلية، وبيلاقي لينور وأليكس محبوسين وناتاشا هي اللي حبساهم. وبتقول له ناتاشا ان هي صاحبة الكتب اللي عمال يقراها، وان هي كانت محبوسة في الشقة دي وهي صغيرة، وان هي اللي صنعت الوصفة وحبست الساحرة في النعش، وكل يوم بتحكي لها قصة مرعبة عشان تفضل نايمة. وفي الوقت ده بيتهز القصر كله، وبتطلب ناتاشا يحكي قصة مرعبة بسرعة. فبيحكي لها أليكس عن معاناته مع أصحابه في المدرسة بسبب القصص المرعبة، وبيخلي أليكس نهاية معاناته سعيدة. فبتتعصب الساحرة الأصلية وبتكسر النعش وبتهاجم ناتاشا، فبيستغلوا الفرصة وبيهربوا من القصر وبيرجعوا للشقة مرة تانية، وبيلاقوا الباب اختفى. لكن فجأة بيظهر قدامهم باب سحري وبيهربوا منه، وبيخلص الفيلم على كده.